عارفين شنو هو أصعب إحساس في العالم؟ هو الإحساس بالندم والفرصة إلا ضاعت. أنا منال، وبغيت نحكي لكم قصة حياتي، كيفاش كنت كسولة ومعجزة وخليت كل شي على أختي الكبيرة، وكيفاش مرضات ماما وخلاتني نكتشف الحقيقة اللي قلبت حياتي كاملة. أنا عندي أختي الكبيرة سميتها عيشة، كانت كتفيق بكري، كتعاون ماما في الدار، كتسمع الكلام ديالها، كتخلي كل شي منظم، معروفة بالحداقة وبالمسؤولية. أما أنا كنت مختلفة تماما، كسولة معجزة، أي حاجة كتقولها لي ماما كنقول لها راهي يا عيشة خليها هي ديرها، أنا ما مسالياش. ديما أنا ما مسالياش، واخا أنا أصلا ما كندير والو. ماما كانت كتشوف وكتسكت، ولكن كان قلبها ديما مع عيشة. ودازت ليام مشات ليام، كل وحدة فينا باقا في نفس الطبع ديالها. عيشة كتجتهد، كتساعد، والناس كاملين كيحتارموها، وانا كنت غارقة في الضحك مع الصحابات والتليفون والخروج التلفازة، ما كنعرفش شنا هي حس المسؤولية. حتى جا النهار الصعيب، ماما مرضات بزاف. عيشة ديما مقابلاها، ما كتنعش الليل كامل، كتسهر على دواها، كتطيب ليها، كتدوش ليها، كتجمع معاها، كتعطيها الوقت، ما كتفارقش عليها. وانا ديما بعيدة، كنت كنحاول نهرب من الحقيقة ونقلب على اي عذر. دائما راها عايشة، انا عيانة، انا بغى نعس، مهم دائما اعذار. حتى جا النهار اللي جمعتنا ماما جنبها، عمرني ما ننسى هداك النهار. بصوت ضعيف قالت عيشة الله يرضي عليك بنتي، بحال ما رضيتيني. وانت يا منال الله يهديك بنتي، الله يهديك بنتي، والله يسمح ليك، ما غتعرفي قيمتي حتى يفوت الوقت. هاد الهضرة كاملة ما أثراتش فيا، جاتني عادي، حتى النهار اللي صبحت ماما متوفية ماتت. هذيك اللحظة حسيت بموس تخليه في قلبي، السكاكين كيضربوا فيا. فهمت معطلة بزاف بلي رضاة الوالدين ماشي كلام، راه أفعال وتضحيات. عايشة بقات سند لماما حتى لآخر لحظة في حياتها، وأنا بقى عندي غير الندم. نهار كامل وأنا كنبكي وكنحلم وكنتمنى نرجع للور ونكون بحال عايشة أختي، ولكن ما بقى عندي لا وقت ولا فرصة. بقى عندي غير الندم اللي ما غادي ينفعني بحتى شي حاجة. اليوم أنا هنا كنحكي لكم حكايتي باش الناس ما يديروش بحالي. رضاة الوالدين ما كتعوضش، وكل يوم كتضيعوه بلا ما ديروا الخير معاهم كيتزاد عندكم فيه غير الندم. كونوا بحال عيشة، ديروا الخير، ساعدوا، فرحوا قلب ماماكم وباباكم قبل ما يفوت الفوت، وتوليو تقولوا يا ريت. هادشي اللي تعلمت واللي بغيتكم تعرفوه، ما تسناوش الوقت يضيع. احنا عمرنا ما عارفين شحال باقي لينا مع والدينا. تهلاو في والديكم ودوزوا أطول وقت معاهم. السلام عليكم.